ولا موتوقع دابا غادي تحلت الشفره هادي. في الماضي حذر الكثير من العلماء من أنه سوف يأتي يوم وتسيطر الروبوهات فيه على العالم، يعني يوم ما سوف تسيطر الروبوهات على العالم. هذا كان تحذير العلماء في الماضي، وكان الكثير يعتبر هذه النظريات مجرد خرافات وتخيلات لا يمكن أن تحدث، وتم بناء الكثير. غيكون تفرج شي فيديو ديال شي مصري ولا باش علاش كيدويو الدارجه العربيه. كثير من السيناريوهات والأفلام السينمائية الناجحة على إثر هذه ويل سميث التصورات والتخيلات التي تتخيل أن الروبوتات سوف يحكمون العالم. مشى جبد براد كيناقش في موضوع ديال الروبوات ومشى هاز براد. تطور الروبوتات إلى بشري هنا، والذكاء الاصطناعي يفرغ قوته في هو راه باغي يشرب اش الجسم، يعني عبارة عن جسم يتحرك يفعل الحركة. انا هاد النظريه نفكيت لها شحال هادي في 2022 فاش كنت راه عندي كتب، راه عندي 3 كتب خرجهم ما بغيتش باقي حتى واحد ما قراهمش كنشوفهم انا. كنت خرجت النظريه ديال الانسان في عقل الروبو، غادي نشدو انسان غنقتلوه، ماشي ما حنا غنقولوا حنا هذه غير ديال ايلون ماسك، هذه ايلون ماسك ماشي زعما حنا قلنا هذه فهمتي. انا مع ايلون ماسك زعما لا بغى ياخذ هذا القرار، اما انا هنا ما بيني غادي تشد انسان تحيدو وتخلي ليه مخو حيد ديرو في الثلج وتخشيه في روبو. الانسان مابقاش غيموت لك، غدير واحد الخيوطه لتحت، عارف انا هادشي كلشي راه تجربه، غدير خيوطه لتحت والمخ حيت المخ كيبقى حي ديال الانسان. المخ ديال اينشتاين دابا حي، راه خدام به هاد اللي جبدتو لكم هاد ماسك دابا ديال موتويت خدام بالمخ ديال اينشتاين، شنو ركبوا في مخه. حنا اش غنديروا حتى واحد ما دايره، غادي نشدوا مخ ديال الانسان غادي نديروه في روبو غيبقى عايش تتفنى الدنيا. انا نقول لكم غيبقى عايش عند المخ ما كاين. شي لعيبات انا عندي هذا جايب براد وكنت انا ما كاينش ما كنقولش هادشي، كنضي داكشي وكندون، راه عندي في جوجل، ولكن بذكاء كبير جدا. الله على شرح انا وين نصرفق وجهي، شي واحد بدا شرح لي ونصرفق في وجهي. متفوق على البشر، مثلا شات جي بي تي نجح في اختبار